عايز اتكلم عن حاجتين. الحاجة الاولى قصة حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت، وقصة انتقاله الى نادي الزمالك. طبعا شفنا نادي الزمالك عايز حامد حمدان، وحامد حمدان عايز نادي الزمالك. اللاعب طبعا عبر عن الكلام ده كله في بوستات كتيرة جدا وفي حساباته على انستجرام. والراجل دائما ان يكون في منشورات بينزلها بتبين ان هو بيغازل نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وبتبين قد ايه ان هو عايز يروح وبيحب نادي الزمالك، ما بين قلب، ما بين صور مع لعيبه لنادي الزمالك والكلام ده كله. طيب، موقف ناديه اللي هو نادي بتروجيت كان ايه؟ النادي رفض ان هو يبيع اللاعب هذا الموسم. طيب، طبعا نادي بتروجيت اتكلم ان هو في احتياج للاعب، وان هو مش هينفع ان هو يبيعه في الموسم ده. نادي الزمالك مازال بيبحث وبيعمل اتصالات عشان يحاول ان هو ياخذ هذه الصفقه اللي من وجهه نظر جمهور نادي الزمالك صفقه هتبقى مثاليه وكويسه جدا لنادي الزمالك، وخصوصا لما تلاقي نوعيه لاعب متمسك بنادي وعايز يلعب لنادي جماهيري زي نادي الزمالك. طبعا حته تمسك اللاعب، يعني اللاعب هيديك فيما بعد كوره. دايما اللاعب اللي عنده شغف ان هو يلعب لنادي حابب ان هو يلعب له، بيبقى لو لعب له بيبقى الامر مختلف تماما، عنده دوافع وحوافز كبيره جدا ان هو يثبت نفسه ويثبت وجوده ونجاحه في هذا النادي. طيب، هنا السؤال، موقف نادي بتروجيت رافض للصفقة. طب الحل ايه؟ اللاعب طبعا بيغازل زي ما قلنا جمهور نادي الزمالك ومحبيه والكلام ده كله، وعايز ينتقل الى نادي الزمالك باي شكل. طبعا من وجهة نظري موقفه موقف غير محترف وغير احترافي. ليه؟ لان هو اللاعب في تعاقد مع نادي بتروجيت، لابد ان هو يعني يحترم نادي بتروجيت. ما ينفعش ان انا ابقى راجل بلعب في نادي وانزل حاجات كلها صور بتوحي بان انا بحب نادي الزمالك وعايز اروح نادي الزمالك والكلام ده كله. يبقى الموقف ان لابد ان هو اللاعب يحترم تعاقده مع نادي بتروجيت. النادي مش عايز يبيع، خلاص انت قدامك سنة سنتين ثلاثة ايا كان، وتبقى لاعب حر تروح بقى للنادي اللي انت عايز تلعب فيه. دي وجهة نظري الاقرب والافضل لجميع الاطراف، وهي خلاص طالما نادي بتروجيت وصل مع اللاعب لهذه المرحلة فمش هياخد مستوى فني من اللاعب، والافضل ان هو يعرضه للبيع. وطبعا نادي الزمالك داخل في الصفقة، وهذه فرصة لنادي بتروجيت. زي ما مش عايز يعني اقرب شوية الامثلة لوسام ابو علي موقفه مع النادي الاهلي، حاول ان هو يضغط على النادي الاهلي، ولكن إدارة النادي الأهلي وإمكانيات النادي الأهلي سمحت له بأن هو يحاول الأول أن هو يحتفظ باللاعب. ما أمكنش، خلاص اللاعب أبدى رغبته في أن هو عايز يمشي يرحل على النادي الأهلي، وبالتالي حتى لو ضغطت على اللاعب وفضل موجود معاك، وده طبيعي في أي نادي طالما شروط التعاقد بهذا الشكل، هتلعبه كل حاجة لكن مش هتاخد مستوى فني منه. اللاعب هيبقى قدامك خلاص زي ما بنقوله كده المكنة بطلت، ومش هيديك أي إنتاج. فالنادي الأهلي باعوا بمبلغ كبير جدا، 7.5 مليون دولار ومليون دولار أخرى امتيازات. يعني الصفقة كلها داخلة في 8.5 مليون دولار، و10% من إعادة بيع اللاعب تاني لأي نادي، أو تقريبا 15%. فصفقة ناجحة مليون في المية للنادي الأهلي. اللاعب أدى مع النادي الأهلي، وسام أبو علي أدى وتواجد مع النادي الأهلي في أكتر من مناسبة وحضوره كان موجود. وفي نفس ذات الوقت جه بمبلغ قليل جدا تقريبا ب1,600,000 دولار، وطلع من النادي الأهلي ب8.5 مليون دولار، ودي نجاح كبير جدا للنادي الأهلي. أعتقد دي الصفقة التانية تقريبا بعد مالك إيفونا ورمضان صبحي ومحمد عبد المنعم. كل الأرقام دي تقريبا كانت فوق 5 مليون دولار قيمة بيعهم من النادي الأهلي للأندية الأخرى. فموقف بتروجيت من وجهة نظري لابد ان هو يحذو حذو النادي الاهلي، طبعا مع فارق المبالغ الماديه. فممكن بتروجيت يعرض ان هو عايز في اللاعب والله 50، عايز 30، عايز 70. انت بقى وزي ما بيقولوا كده، انت بقى وشطارتك في اداره نادي بتروجيت، والله قدرت ان انت تسوق اللاعب وتبيعه ب70 80 ب50، ايا كان المبلغ المطلوب، تعمل اعادة بيع فيما بعد للاعب، لان هو فعليا مش هيديك كورة في الملعب. والافضل لنادي بتروجيت والافضل
ايضا للاعب ان هو برضو عشان حالته النفسيه والكلام ده كله، ان خلاص اللاعب مش عايز يلعب للنادي وعايز يمشي، بتبقى الحلول دي وارده جدا. ونادي الزمالك بقى هتبقى هنا عقبه في ان المبالغ الماليه المطلوبه هتبقى كبيره جدا. فالسيد ممدوح عباس اللي هو ماسك حاليا الصفقات في نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك السابق ممكن يخلص هذه الصفقه لنادي الزمالك، اللي حظيت بدعم جمهور نادي الزمالك ودعم فئه كبيره جدا من نادي الزمالك، اللي هي بتطلب من الاداره ان هم عايزين حامد حمدان، وشايفين ان تمسك اللاعب بنادي الزمالك شيء كويس جدا وهيكون في صالح نادي الزمالك.